فطرنا النهارده في بابلو كافيه. حرفيا اللي ما راحش المكان ده فايته كتير. تعالى بقى ناخدكم جوله في المكان. بابلو كافيه ليه اماكن كتير قوي في اسكندريه، وده فرع استلي على البحر. من اول ما دخلنا الكافيه وهم مهتمين جدا بالديكور وبالنظافه، والكافيه موجود في الدور التاني وبيطلع له بالاسانسير. الفطار بقى يا جماعه عباره عن سلطه وبيض اومليت وفلافل وويدجز وفول وجبنه وعيش. العيش سخن وجميل. الفطار ده بقى عامل 55 جنيه، والسعر ده غير شامل الضريبه، والفيو يجنن. الديكوريشن بقى ده دي حاجه تانية بقى خالص. تحفه يا جماعه، حرفيا كل حاجه في المكان مهتمين بيها جدا، حتى التواليت تحفه، وكل مكان مختلف عن التاني. مكان مميز جدا. العدد بصراحه تحفه جدا، حتى شكل الكراسي والكنب والالوان والديكور والزرع اللي حاطينه. بصراحه المكان نضيف جدا، وانصح اي حد يروح يجربه لانه هينبهر جدا بالمكان. الفرع دوت فرع ستانلي يا جماعه، ومش الفرع الوحيد، لا ده ليه فروع كتيره جدا في ستانلي. الفرع دوت الدور التاني. كل مكان مختلف غير التاني، تحسوا ان انتوا قاعدين في كذا كافيه في بعض، مش كافيه واحد. تحفه، المكان يجنن بصراحه. ولو جايين معاكي اطفال ما تتزوديش، ما تقلقيش. المكان ده كمان منظم، مهتمين جدا بالكيدز اريا، عاملين كيدز اريا. بس بصراحه الكيدز اريا احنا مجربناهاش. بصوا هي دي الكيدز اريا، هتلاقوها اول ما تخشوا على ايدكم الشمال. المكان جميل جدا، وفيه بازارات، وفيه كمان اماكن للتصوير. كانت تجربه جميله جدا بصراحه، ننصح اي حد يجربها. دي كانت اول تجربه لينا، بس بصراحه كانت تجربه تحفه. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا معاكم النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايكات الكتيره والاشتراك وتفعيل الجرس. ونشوفكم الفيديو الجاي. باي باي باي. باي.